سامع وشايف في اليومين اللي فاتوا صياح بطريقه غريبه قوي على ماتش الزمالك وبيراميدز، وكل السوشيال ميديا وكل الاعلام طالعين بيتكلموا بيقول لك اهم ماتش في الدوري ماتش الزمالك وبيراميدز. انا معاك، يعني لو النتيجه مثلا الزمالك كسب بيراميدز، ده الكلام اللي بيتقال في الاعلام، الزمالك كسب بيراميدز يبقى نسبه 90% خد الدوري. طب لو بيراميدز تعادل مع الزمالك يبقى في امل للاهلي. طب انا معاكم اختلاف، احنا ما شفناش او احنا ما اتعلمناش من الدوريات اللي فاتت كلها. يعني اقربها الدوري السنه اللي فاتت كانوا بيقولوا بيراميدز هو ياخد الدوري، لغايه ما جه اخر كام ماتش اتغلب ماتشين ورا بعض، ماتش فاركو وماتش بنك الاهلي، والاهلي خد الدوري بفرق نقطتين. 2000 السنه برضو اللي قبلها او 2019، اتكلم في 2019 كان الزمالك برضو متصدر الدوري والاهلي جه في اخر الدوري خدها بنقطه. هتقول لي انت عاوز تقول ايه؟ هقول لك ان جميع الماتشات اللي جايه ان كان اهلي زمالك بيراميدز مع جميع الفرق او هم هنقول يعني اكتر ماتشات هتتشاف او اكتر ماتشات هيبقى عليها ريتش اهلي زمالك بيراميدز زمالك اهلي. اما ما نجيش نقول اصل دول اهم ماتشات، لا، الخمس ماتشات اللي جايين ماتشات كاس ده بالنسبه للنادي الاهلي. كلام المره دي للنادي الاهلي، سيبك من الهري اللي بيتقال وسيبك من الاشاعات اللي بتتقال، سيبك من ده كله، ده حرب اعلاميه ولجان الكترونيه والشغل اللي احنا عارفينه ده. لا، احنا بنتكلم بقى لرجاله الاهلي، الدوري في رجليكم، مالكوش دعوه بالنتيجه اللي تحصل بكره، مالكوش دعوه بالنتيجه اللي تحصل بكره. انتوا عندكم 5 ماتشات، هتقابلوا بيراميدز وبعدين الزمالك وبعدين انبي وبعدين المصري، صح؟ مش هو ده الترتيب او في فريق كمان، يعني هم 5 ماتشات مش متذكرهم قوي دلوقتي. نركز في الماتشات دي، مالكش دعوه باي حاجه. يعني انت هتقابل بيراميدز لو ركزت وكسبته هتكسب، وكسبت الزمالك وكسبت في كام ماتش انت خدت الدوري. سيبك بقى من الكلام اللي بيتقال لو الزمالك وبيراميدز، سيبك من الكلام ده كله. هي مصلحه هتعطل شويه، هتقرب النقط، بس ال5 ماتشات اللي جايين كلهم مهمين. ليه بقى؟ لازم نتعلم من الدوريات القبليه. فده كانت لازم اطلع ارد بالكلام ده، اصل الكلام مستفز قوي، اصل اهم ماتش لا مش اهم ماتش، ده انت عندك الماتشات كلها اللي جايه مهم. يبقى انتوا ما اتعلمتوش حاجه من الدوريات اللي فاتت. واللي احنا عارفينه ان كله بيعيش الوهم، وان شاء الله الدوري هيبقى في الجزيره. سلام.